ما بينك ما بينه. في المان بقى من عينه اللي هو ايه، عايز كل حاجه بيرفكت حواليه، وبيبتدي يبص بقى في الشارع بقى يشوف مين ماشي بيعمل ايه غلط، فلو لقى اي حاجه ممكن يجي بقى ويصحح لك، يقول لك مثلا ده انت هنا راكن مش صح، انت هنا مثلا رميت حاجه بطريقه مش صح، انت هنا مثلا واقف في صوتك عالي، ايا كان يعني. فدي حاجه نوعا ما مقبوله، يعني لو هو مثلا بيتكلم عن سلوكيات هو مش قابلها وشايف ان انت يعني بتعملها بشكل بيزعجه، ممكن يجي يقول لك، ودي بتحصل كتير على فكره. ماشي. لكن في ناس تانية بقى كأنهم قاعدين بيأيدوا لك غلطاتك عشان يعاقبوك عليها. ما فيش بقى حتة التفاهم دي ان هو يجي يكلمك ويقول لك مثلا ده مش مقبول او ده لا لا، هو على طول هياخد اكشن، ممكن يعمل فيك شكوى او يكلم البوليس او يعمل لك اي حاجة تأذيك يعني. فدي ناس مؤذية، دي ناس حشرية بأذى للأسف. ودول حد من زمايلي كان معزل جديد هنا في ألمانيا، فبعد ما خلص العزال بتاعه عنده الكراتين الكبيرة اللي كان فيها الحاجات، فراح يرميها. هنا في المانيا في اماكن مخصصه انك تتخلص فيها من الورق والكرتون الكبير ده، فراح حط اللي حطه جوه الصندوق والكونتينر اتملى، فباقي الكراتين المفروض ان هو كان يقطعها ويحطها جوه الصندوق. الصندوق خلاص ما فيهوش مكان، فساب الكراتين زي ما هي جنب الكونتينر. بعد كام يوم لقى ان في جواب جاي له من المدينه هنا، اشتغافت ستل، جاله غرامه ليه بقى؟ عشان ما قطعش الكرتون وسابه جنب الصندوق، حتى لو هو مش هيحطه جوه الصندوق بس كان لازم يقطعه، ما ينفعش يسيب الكرتونه زي ما هي كده. فمين اللي عمل فيه الحكايه دي؟ فهو كان بيحكي لنا. فانا يعني اولا مين اللي راح بلغ؟ يعني ده اول سؤال. فاكيد حد من الجيران، حد شافه في الشارع او كده فراح بلغ عنه. طب هو عرفوا منين ان هو اللي رمى الكرتون؟ ليه بقى؟ لان هو لما راح رمى الحاجات دي كان في اسمه عليها، كان في اسمه وعنوانه عليها، فطبعا يعني يا مرحبا، يعني ده كده فاهم، اعطاهم كل البيانات بتاعته على الجاهز، فاخدوا على طول الاسم وعملوا فيه شكوى وعملوا له غرامه. ده غير حد تاني برضو نفس الكلام، واحد برضو اسباني زميلنا كان راكن عربيته قدام في الشارع، راكن عربيته في الشارع، فواحده ست ساكنه في الدور الارضي، ست المانيه كبيره كده في السن، بس واضح انها مش نيتها مش صافيه، فعملت فيه شكوى ان هو قافل عليها الشباك، ان هو راكن قدام الشباك وهي مش قادره تستمتع بالمنظر. عملت فيه شكوى برضو نفس الكلام، جات له غرامه، وهو للاسف ما اهتمش يعني بالموضوع، فالغرامه ابتدت تتضاعف وجاله مبلغ كبير في الاخر، واضطر ان هو يدفعه على حاجه هو اصلا يعني كان ممكن ذوقيا هي تيجي تكلمه لو هي فعلا متضايقه من الموضوع يعني. في ناس متسرعه في الاذى للاسف، ودي حاجه تانية كده برضو. الواحد لازم يخلي باله هنا في المانيا ما يعملش حاجه غلط بالذات في الشارع ولو قدام حد، لان يعني ما تضمنش يعني الطعنه ممكن تيجي لك منين، فخلي بالكم. فاكيد انا مش بعمم، مش بقول ان كل الناس هنا كده